مشايخنا الكرام وأساتذتنا، حياكم الله سماحة مفتي سوريا وشيخنا الشيخ همام والمشايخ الكرام جميعا، وسماحة نائب مفتي اسطنبول ومشايخنا الكرام، لا تؤاخذونا بعدم عد الأسماء، كلكم قامات تستحق أن تذكر والله، وأن يرحب بكم بأسمائكم جميعا، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا. جزاكم الله خيرا، وهو واجبكم، أنا دائما أقول هذا، جزاكم الله خيرا أن لبيتم هذه الدعوة وأنتم الدعاة لها، وتلبيتها واجب عليكم ولا خيار أمامكم. هذه فلسطين، هذا الأقصى، والعلماء عندما يتخاذل كثير من الحكام وقد فعلوا، تكون المهمة الحقيقية ملقاة على عاتق العلماء. وينبغي كما قال علماؤنا الجويني وغيره أنه إذا خلى الزمان عن حاكم يتولى الراية، أصيغ من عندي الآن، فعندئذ لا بد أن يتصدر العلماء لكي يتولوا حتى مهمة الحكام، فهم أولو الأمر حقا. وأنا اسمحوا لي أن أبدأ بقراءة وصية فادي أبو شخيدم، هذا العالم الذي، قبل أن أشرح عن الملتقى لكن أبدأ بها لأنها إن شاء الله زاد لنا في طريقنا. هكذا هم العلماء وهكذا أنتم، وهكذا نسير بإذن الله تعالى معا حتى تحقيق الغاية والوصول إلى المقصود بإذن الله تعالى. أبدأ بها واسمحوا لي بهم مش تأخذ منها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فادي أبو شخيدم أكتب حروفي هذه وأنا بأعلى درجات السعادة استعدادا لتتويج سنوات من العمل الدؤوب المتواصل للقاء الله تعالى. فمنذ أن عرفت قدماي المسجد وأشربت القرآن والسنة وأنا أحلم بقرب لقاء الله تعالى شهيدا بإذن الله. وما كانت، طبعا أنا أعرف به ابتداء، هو يحمل الماجستير ويدرس الدكتوراه، وهو مدرس للعلوم الشرعية وله أعداد من التلاميذ سنجد له وصية خاصة لهم. وما كانت سنوات عمري السابقة إلا إعدادا واستعدادا وإيمانا استعدادا إيمانيا وعسكريا لهذه اللحظة الشريفة المباركة. أمي وإخواني وأختي وزوجتي وأولادي وبناتي، والله إن الحياة في ظلكم شرف ورفعة، لكن ما عند الله أشرف وأرفع وأعلى. وكم كنتم لي عونا وسندا في حياتي، فكان علي حقا أن أجازيكم بخير منه، ذلك أنه بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع لأهله، وأسأل الله أن أكون شفيعا لكم ولوالدي رحمه الله. فاصبروا واحتسبوا واثبتوا واعلموا أني اخترت هذا الطريق مرضاة لله وفوزا بجنته. فالحياة، أريد أن أملك نفسي الحقيقة، فالحياة قصيرة، وأفلح من جعلها لله واستطاع أن يضحي بنفسه لله. فأوصيكم بالثبات على دين الله حتى تلقوا الله، فدينكم لحمكم ودمكم وأقصاكم عزكم وفخركم. إخواني رفقاء الدعوة والعمل الإسلامي، إن كلماتنا ودعواتنا المباركة التي نعمل فيها منذ نعومة أظفارنا تستوجب علينا التضحية والفداء. فلا تبقى كلماتنا، يبدو أنني غير مؤهل للقراءة. فلا تبقى كلماتنا ميتة دون روح، فلا بد للكلمة من شاهد على صدقها وهو العمل، وخير التغيير بالتضحية وموافقة القول الفعل. وبعد هذه السنوات من العمل وطلب العلم وتعليمه للناس، أقول لا بد وأن نقود المركب بدمائنا
وأن نكون القدوة العملية في باب الجهاد، كما يعتبرون الناس قدوة لهم في العمل، في العلم والعمل. فخير طريق لنا في ظل الظلم الذي يتعرض له مسجدنا أن نفديه بدمائنا، فلا حياة لنا بعزة وكرامة، ومسجدنا حاله يوما بعد يوم تسوء وتزداد الهجمات عليه. فوطنوا أنفسكم على الرباط والجهاد والتضحية والفداء، وفكوا أغلال الدنيا عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة. ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. فهي على ومرحبا وهنيئا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن أكون رفيقه صلى الله عليه وسلم على الحوض. اللهم آمين، اللهم آمين، ولكم مثلها إن شاء الله. والله لا تؤاخذني، لو كنت أعلم أنني سأكون كذلك ما قرأتها، ولكن أراها ضرورية. طلابي وطالباتي الغوالي والغاليات، ما يتجاوز 20 عاما مرت وأنا أعلم وأدرس في المدارس والمساجد ودار الفقه ودار القرآن ودار الحديث وغيرها، من محاضن التربية والتعليم. وكنت في كل لقاء أحزن لأن غيري سبقني إلى الجنة مقبلا غير مدبر، وكنت أحدثكم بقصص هؤلاء من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسود الإسلام في عصرنا، ووالله ما فارقت الدمعة عيني عند الحديث عنهم، لكني كنت أعد وأستعد للحاق بهم والسير في ركبهم. واليوم أحبتي أغادركم للالحاق بهم، وأوصي كل فرد منكم بالثبات والاستمرار في هذا الطريق، فهو طريق الأنبياء والصالحين الذي لا يخطئ، ولقاؤنا بإذن الله الجنة، فلا تبخلوا علي بالدعاء والمسامحة. نسأل الله أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء. وأخيرا، فيا أهل بيت المقدس، اختاركم الله للرباط فيه والذود عنه، مسرى والذود عن مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تخذلوا المسرى، واعلموا أن حلول مشاكلكم تبدأ من رباطكم وجهادكم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فوحدتكم في أقصاكم وزوال المشاكل الاجتماعية والعائلية في ضبط البوصلة نحو مسجدكم المبارك. ووالله ثم والله إن مسراكم وأقصاكم ينتظر منا الكثير، فأعيدوا الرباط والبوصلة نحوه، والله يتولاكم وهو خير الناصرين. وأختم وصيتي هذه بطلب الدعاء لي بالقبول والمغفرة والرحمة ورفع الدرجات. اللهم تقبله واغفر له وارحمه واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن كان له حق علي فله أن يطالب أهلي به أو أن يسامحني. ومن كان لي حق عليه فإني أبرئه منه لوجه الله. أسأل الله أن يتقبلني ويتقبل مني جهدي وجهادي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. أخوكم المحب الشهيد الحي بإذن الله تعالى، فادي محمود أبو شخيدم أبو عبد الرحمن، 20/11/2021. رحمك الله يا شيخ فادي، نسأل الله أن يتقبلك في الشهداء، وأن لا يحرمنا ما رزقك، وأن يمن علينا بفضله، ويكتب لنا كما كتبنا عن الشهادة والشهداء أن يكتب لنا الاستشهاد، إنه ولي ذلك
والقادر عليه. إخواني الكرام، ورأيتم الشيخ رائد قبل قليل وهو يحدثكم، وهو الآن في عزل معزولا في السجن الانفرادي، ولكن هذا شرف والله، ليس بكاء حزن الذي نبكيه، ألمنا على أنفسنا هو الذي، أما والله لا أحزن عليهم، نحبهم ونحب لكن هذا شرف يا أيها الإخوة، والله هذا شرف عظيم ورفعة كبيرة من يمنحه الله سبحانه وتعالى أن يكون في عداد المجاهدين والشهداء والمعتقلين في سبيل الله أسير، لأنه رفع راية الأقصى والدفاع عن المقدسات. حياكم الله مشايخنا الكرام، هذه المقدمة ولا أطيل. لقاؤنا هذا أيها الإخوة للقيام بواجبنا وأداء مهمتنا، إنه مجلس للتنسيق بين العلماء، وليس بديلا عن أي رابطة أو هيئة أو اتحاد من مؤسسات العلماء، بل هو يجمع هؤلاء للتشاور. ومما وضعناه أيها الإخوة في هذه التنسيقية المباركة أننا لا نصدر باسمها بيانا ولا موقفا، حتى لا نعتدي على ولا نحرج لا يحرج بعضنا بعضا، لأن الظروف متعددة والأحوال مختلفة من مؤسسة إلى مؤسسة، ولكن بيننا جامع في رابط على وسائل التواصل، فأي موقف نضعه وتقول كل مؤسسة يمكن أن يكون اسمي في هذا، ومن تقول لا يمكن أن يكون اسمي تعذر لظروفنا المتعددة والمختلفة، على أن مشروعنا واحد وقضايانا المتعددة واحدة على بقاع، وشيخها وسيدها وأولها بقعة المسجد الأقصى المبارك، لا لأهله وإنما للمكان أيها الإخوة المبارك الذي ينبغي علينا أن نستفز وأن نتحرك جميعا من أجله، ومن أجل تحقيق انتزاعه من أيدي الغاصبين. يجب أن نكون فاعلين يا إخواني، يا مشايخنا الكرام، يا أحبابنا الشباب والشيوخ في بلادكم. والله أنه لا عذر، لا نريد أن نجامل بعضنا بعضا، لا عذر لأحد منا لا مشروع له تجاه الأقصى، تجاه المقدسات، تجاه تحرير هذه البقعة من قبل شذاذ الآفاق. نحن في ملتقانا هذا إذ نشكركم على تشريفكم وحضوركم، وكما قلت وهو واجبكم وواجبنا جميعا، فإننا بإذن الله تعالى سوف نتابع أمرين أساسيين. أولا أن نخرج بخطة في ذهن كل رئيس مؤسسة ومؤسسة لكي تنطلق بالعمل طوال العام، وهذا لا يعني طبعا أن هذا سيكون على حساب العمل لبلدها ومجتمعها وشعبها، فهذا واجب أيضا، ولكن المقاسمة. اليوم نحتاج نصف الوقت لفلسطين والأقصى، ونصف الوقت لمؤسساتنا العاملة ولبلادنا وهي عظيمة، وبلاها لا يكون أقصى، وهي طريق إليه. فيا من تحملون قضاياكم، القدس والأقصى مقدمة هذه القضايا بموقعه الديني، بموقعه الذي أنزله الله والإسلام فيه. أنا أعلم أنني أطلت عليكم، والمشروع الثاني الذي نريد أن نركز عليه خطة أسبوع القدس الذي أعلنه علماء الأمة وأعلنته الشؤون الدينية التركية والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وأعضاء هذه التنسيقية، كلهم أعلنوا عنه العام الماضي وكان ناجحا كمبتدئ. ولكن في هذا العام أيها الإخوة نريد لأسبوع القدس أن تدعو إليه كل المؤسسات، ليس المؤسسات الشرعية، بل كل مؤسسة توجه خطاب للأحزاب الموجودة والهيئات والمؤسسات والدولة والوزارات، لكي تعلن أن هذا أسبوع القدس، أسبوع الأخير من شهر رجب، أسبوع الإسراء والمعراج، أسبوع الفتح الصلاحي،
سيكون أسبوع القدس وسيكون حراكنا، ونريد من كل مؤسسة أن ينتقل علماؤها من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان داخل البلد لكي يفعلوا هذا الأسبوع. ولن يكون أسبوع، سيكون محطة وقود للعام كله بإذن الله تعالى. هذا ما سنخرج به بإذن الله تعالى في هذا اللقاء إن شاء الله. ونرجو منكم جميعا أن عصارة أفكاركم يا إخواننا. الفلسطينيين يتصدروا هذه القضية فلسطين لا يكفيها عصارة الفلسطينيين، تحتاج عصارة الأمة، وأنتم عصارة الأمة، تحتاج إلى تفكير. أنا لا يعجبني أن تكون المؤسسات الفلسطينية فلسطينية الجنسية، لا يعجبني والله. هذا عمل أمة ينبغي أن تتحرك إليه الأمة، والعلماء هم الذين يحركون الأمة، وهم الذين ينطلقون بها إلى مكامن عزتها وكرامتها. فلا تبخلوا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وأنتم أهل الجود وأهل البذل وأهل التضحية وأهل التقديم. وإلى الملتقى في المسجد في المسجد الأقصى إن شاء الله، نصلي معا ونستشهد ونبذل الغالي والنفيس. والسلام عليكم.